يقول صلى الله عليه وسلم الصحابة، رواه الحاكم وهو صحيح، قال خذوا جنتكم يعني دروعكم أو وقايتكم أو تحصنوا. قالوا في المسجد يا رسول الله مما من عدو حضر؟ يقول خذوا حذركم، خذوا جنتكم، خذوا دروعكم. قالوا يا رسول الله من عدو حضر؟ قال من النار، أعوذ بالله من النار. قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سماها العلماء جنة، يعني تحصنك، يعني دروع. والله إذا ما تحصنت بالعمل الصالح، والله لو يحطون على قبرك طبقة من ذهب وطبقة من فضة وطبقة من حديد وطبقة من نحاس، والله لو ثروات الدنيا تدفن مع الإنسان لا ينفعه أبدا. وإذا حصنت نفسك بالتسبيح والتهليل والعمل الصالح فإنك السعيد الرابح. ولذلك أعظم مؤنس هو العمل الصالح، وأعظم ما يرافقك هو الذكر الذي يقربك من الله. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. ما أفضلها من كلمة. قال معاذ: وأنا يا رسول الله أحبك. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأمره أن يطلب العون من الله على أفضل الأعمال وهو الذكر والشكر، ولم يطلبه أن يستعين به على الدنيا أو القوة في الدنيا أو في تحصيلها أو المسابقة في مناصبها أو في الريادة فيها. قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. في القرآن أعظم جائزة. تعرف من هو الفائز؟ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي جائزة ليس فيها السجود ولا تسبيح لا تعد بها. أي فوز، أي فرح، أي مسابقة ليس فيها طاعة وقرب من الله عز وجل متاع. يا إخواني، ترى اليهود الآن أخذوا الجوائز العالمية الدنيوية، البنوك الآن بيد اليهود، الأموال بيد أعداء الله. أفننافسهم في دنيا لم تزدهم من الله إلا بعدا، ونترك ما شرفنا الله به سبحانه، قربنا إليه ودعانا أن نتشرف به حتى يقول لنا سبحانه: كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وقال سبحانه عن الكتب الأخرى الثقافات: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأمرنا سبحانه بل دعانا نفتخر بالإسلام ونفرح بالدين وبالتسبيح وبالذكر. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.